بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا منتخب الشباب تحت 17 سنة وبيلعبوا في كأس العالم، والفوز أول مباراة على هايتي 4-1 بالتوفيق في القادم للمنتخب، والكابتن أحمد الكاس أفضل من لاعب الكرة في تاريخ مصر والله. النادي الأهلي طبعا بيكسب بورسعيد. مش عاجبني بورسعيد مع الكابتن كوكي. الأهلي أنا كنت كتبت للناس ما تقلقوش، الاهلي جاب مدرب بيشتغل صح. يتبقى الشخصيه المباراه اللي جايه. لعب مباراتين كويسين جدا مع بتروجيت ومع المصري، كان يستاهل يكسب بصراحه للامانه. ولكن النفوس في اللعيبه لسه مش احسن حاجه، هو هيشتغل عليها. ديانج يبدا، ديانج يقعد الماتش اللي جاي على الدكه، ويبدا محمد بن رمضان نفس التشكيل. بن رمضان لو سليم يلعب على حساب ديانج، وهو بيدير المباريات صح وبيتعامل مع 90 دقيقة. عجبني جدا الراجل ده في الماتش الأخير بالذات كمان. وما تقلقوش يا مشجعين الأهلي على الأهلي يعني. إلا إذا الراجل بقى يمشي ورا الولاد ويسمع ورا الإعلام، وفلان وديانج لازم يلعب وبن شرقي ياخد والكلام الفاضي ده. اللي انا عايز اقوله طبعا ليفربول انا كنت اتكلمت عنه كتير، والناس كتير كانوا بيسالوني ايام ما كان بيتغلب في الدوري، والدوري الانجليزي معطيات قويه جدا يا جماعه. والناس كانت بتشكك في ارن سلوت. انا كنت دايما كلامي معاهم اقول لهم يا جماعه، مفيش مدرب بياخد الدوري الانجليزي كده. ده امر مش بسيط ان انا اخد الدوري الانجليزي، ده امر مش بسيط. ده مدرب عبقري، ولكن هو اضاف لعيبه كتيره للفرقه، وهو اللي جابها طبعا اكيد. عايز يدخلها. استعجل في دخولهم. هو رجع تاني الرشد، لان الموهوب دايما ما بيكبرش. اخر مباراتين رجع لنفس التشكيل كله بتاع اللي فات، بتاع السنه اللي فاتت، باستثناء ايكيتيكي لانه هو ما عندوش راس حربه. فيرتز يلعب في الحته بتاعت جاكبو. ادار المباراتين كويسين جدا، اللي هم استون فيلا وريال مدريد، عشان كده كسب. الكلام الناس اللي بيقعدوا يقولوه على الظاهره صلاح، انا كلامي لرامي عباس، لان انا كلام كتير كنت كلمت رامي وكنت ببعت له. يعني لو حد بيسمعني ويقول له، دايما يقول لصلاح انت مسلم عربي، مش هيدوك احسن لاعب في العالم حتى لو جبت كاس العالم لمصر. وده امر الناس لازم تذاكره، انا بقوله من 6 سنين يعني. الزمالك هيلعب، كسب الجيش المهلهل الضعيف فنيا في وجود هيثم شعبان. انا كنت قلت لكم الاسبوع الرابع ان هيثم اذا استمر مع الجيش هيهبط بالجيش للدرجه الثانيه. الزمالك مش عاجبني. يعني هم مشوا الراجل الفني الفاشل ده. مش عاجبني احمد عبد الرؤوف، مش مدرب موهوب. اختياراته حتى تدخلاته لما الجناح اتعور بينزل الدماغ، وهو عنده الجزيري، رغم ان هو الجزيري بقاله فتره بيلعبش، وهو في دماغه ان هو هيطلعه هيديله شويه زي ما عمل مع شحاته برضه. ما اداش لربيع رغم ان دونجا هيغيب عنه. الله يكون في عون نادي الزمالك. الماتش اللي جاي بيلاعب محمد اسماعيل برضه على حساب الونش. بيمشي ورا الناس. ده حسام عبد المجيد ما بيعرفش يلعب، طلعه وناس كده يعني. الله يكون في عون جمهور الزمالك وما ينغلبش من بيراميدز كتير. وشكرا والسلام عليكم.